واحده صاحبتي بتحلف لي انها حست بمواقف حصلت لها قبل كده، اماكن اول مره تشوفها بس حاسه انها عاشت فيها مشاهد كانها بتتكرر، وناس بتحس انها قابلتهم قبل كده رغم ان ده مستحيل ومحصلش. وهنا السؤال بيطرح نفسه، هو احنا كنا موجودين في زمن تاني وعشنا حياه قبل دي؟ يعني ممكن اكون كنت شخص تاني في بلد تانية في وقت تاني ومت وربنا خلقني من جديد في الزمن ده، ولا كل ده مجرد خيال؟ اولا من ناحيه الدين الاسلامي مفيش اي دليل صريح بيقول ان الانسان كان عايش في حياه دنيويه تانية قبل حياته الحاليه، لكن في حاجات بنعرفها من القران والحديث. ربنا خلق ارواحنا قبل اجسامنا. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اخذ الميثاق من بني ادم من ظهورهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. يعني ارواحنا كانت موجوده في عالم الذر، وعالم الذر هو العالم الذي قبل خلق الله عز وجل للخلق، وربنا سألنا وكنا عارفين ان هو ربنا. لكن الحياة الدنيوية اللي بنعيشها دلوقتي هي الاولى والاخيرة لينا في الدنيا، وبعد الموت بننتقل الى البرزخ، والبرزخ هو عالم ما بعد الموت، وبعدها يوم القيامة. ففكرة اننا كنا عايشين في زمن تاني ومتنا ورجعنا تاني للحياة دي مش موجودة في الاسلام. ثانيا من ناحية الفلسفة والاساطير، بعض الثقافات بتؤمن بحاجة اسمها التناسخ زي البوذية والهندوسية، ودي فكرة ان الروح لما الجسم يموت بتتنقل لجسم تاني وتبدأ حياة جديدة، لكن دي مش من عقيدة الإسلام ومحرمة لأنها بتتناقض مع فكرة البعث والحساب. ثالثا من ناحية العلم والنفس في حاجة اسمها ديجافو، ودي لما نحس إننا مرينا بحاجة قبل كده أو شفنا مشهد كأننا عشنا. ده تفسيره علميا إن المخ ساعات بيخزن المعلومة مرتين وبيفتكر التانية على إنها ذكرى. الخلاصة إحنا ما كناش في زمن تاني قبل كده ومتنا ورجعنا، دي فكرة درامية موجودة في المسلسلات والأفلام، لكن أرواحنا كانت موجودة في عالم الأرواح عند ربنا قبل ما نتولد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه.